يا كعبة يا بيت ربي محلاكي، يا كعبة يا بيت ربي محلاكي، يا كعبة يا بيت ربي محلاكي، والسلام على الخليل اللي بناكي. هنا بمقر وكالة تيديس للسياحة والأسفار فرع بلدية تجنانت ولاية ميلا، اجتمع الكل على توديع 49 معتمر ومعتمرة نحو مكة المكرمة، وسط أجواء سادتها المحبة وروح الإيمان. إن شاء الله اليوم في هذا اليوم المبارك إن شاء الله عندنا فوج يترأسه الأخ المرشد رزيق مشحوق. الفوج هذا في عدد المعتمرين 49. عدد الأيام راح يمشيوا اليوم إن شاء الله اليوم 10 ديسمبر ويروحوا يوم 29 من نفس الشهر. على كل هذه مناسبة طيبة إن شاء الله. هذه عمرة هي سنة من السنن التي يحافظ عليها الإنسان أو يجددها الإنسان كل ما يستطيع، 4 سنوات 5 سنوات الإنسان يذهب إلى العمرة لأداء هذه العمرة زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وصحبيه، وكذلك ليؤدي الإنسان هذه العبادة. هي عبادة على كل عبادة عظيمة يجدد فيها الإنسان الإيمان نتاعو إن شاء الله. إجراءات النقل تمت واستكملت لتبدأ الرحلة صوب مطار محمد بوضياف الدولي بقسنطينة، وسط توصيات القائمين على الوكالة رافقها الحرص على الفهم الجيد للإجراءات الأخيرة التي لا بد لضيوف الرحمن التقيد بها، خاصة أولئك الذين يعتمرون لأول مرة، كما أن هذه الرحلة هي الثالثة من نوعها خلال شهر قامت بها وكالة تيديس للسياحة والأسفار. بالنسبة للرحلات السابقة عندنا الرحلة الأولى كانت فيها 49 معتمر، يعني روحت نهار السبت اللي عدى. الرحلة الثانية كانت فيها 50 واحد، زادت مشات 17 نوفمبر. والرحلة الثالثة هذه راح تمشي اليوم، وبعدها راح تزيد تمشي رحلة رابعة يوم 17 من نفس الشهر. كما نقولوا الوكالة غنية عن التعريف، عندها مدة كبيرة هي في الخدمات ضيوف الرحمن. كما نقولوا هي تقريبا أقدم وكالة في بلدية تجنانت. الوكالة معروفة يعني بزاف، والحمد لله وربي وفقنا إن شاء الله لخدمة ضيوف الرحمن إن شاء الله يا ربي. الحمد لله على توفيقه أن يسر لنا الذهاب إلى العمرة وإلى زيارة بيته الكريم وإلى زيارة قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى ومنه. ونشكر كل القائمين على هذه الوكالة على ما وفروه من تسهيلات وإمكانيات، وكل ذلك في سبيل راحة الحاج والمعتمر. المعاملة الطيبة وحسن التسيير من طرف الموظفين داخل وكالة تيديس جعل منها تاجا يحمله المعتمرون على رؤوسهم كرد لجميل معاملة هذه الوكالة السياحية. أنا رحت مع هذه الوكالة تاع تيديس، ما شاء الله خدمات مصداقية، رحنا قدام خطرة معهم يعني ما شاء الله في كلش. الحمد لله اتصلنا بهم وكانت في المستوى، يعني كل الإمكانيات المتوفرة معهم. يعني والله ما شاء الله الناس هذو اللي راهم واقفين حذانا لهنا والله تستقبلونا حتى لبرا وعيطوا علينا
ودخلوا معنا وعطاونا الوثائق نتاعنا ولقينا كلش نتاعنا راه موجود. يعني ماش الواحد يجامل ولا اعوذ بالله. والله يا وكاله هذه كيما تيديس هذه وجماعه والله ما شاء الله ماش غير المره الاولى اللي رحنا معاهم، عندنا سنوات وحنا نروحوا معاهم. ناس اصفيه انقيه، ناس اطهار، ناس يعني يخدموا. شوف كي يقول لك الحج والعمره، ناس راي ما شاء الله رب العالمين خيرهم واصطفاهم وربي يجازيهم ان شاء الله. نحمد الله عز وجل أن وفقنا لهذا، وما كنا مهتدين لولا أن هدانا. والحمد لله يعني سبحان الله البوادر تاع الرحلة أنه كانت طيبة منذ الانطلاق. يعني كانت ما شاء الله كل الناس السكينة تحسها الله يبارك، تحسها بداية من مباشرة منذ صعود الحافلة. الحمد لله رانا كامل خاوة مشينا في الكار خاوة الحمد لله. ودركا الحمد لله رانا نستناو في الفول تاعنا ان شاء الله الخمسة ان شاء الله تاع مساء، ونروحوا لاسطنبول ان شاء الله نحرموا ثم. والحمد لله دائما جعلنا الله من المتعلقين بطيب التقرب لطريقه السديد، وأعزنا بدينه الحنيف، وأكرمنا بزيارة بيته الشريف. شفناها يا السياد والدمعة تجري واد، وبدينا طواف القدوم ما بين خلاق الله. طفناها 7 أشواط بالنية.